السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم غادي نشارك معكم سلو بطريقتي اللي كيجي معلق مقوم وكيجي لذيذ بزاف. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. عندي كيلو ونص ديال الزلجلان اللي نقيته مزيان وغسلته وحمرته وطحنته مزيان كيف كتشوفوا حتى كيتعلق. غادي نضيف عليه كيلو ونص ديال اللوز، كيلو حمرته في الفران وطحنته مزيان حتى تحصلت على بخاليني، ونصف كيلو رطبته في الماء مغلي، قشرته وقليته في الزيت وطحنته كيف كتشوفوا، خليته واحد شويه مرمل. هنا غادي نضيف كلشي المكونات في القصعه باش غادي نخلطهم. ضفت نصف كيلو ديال الفول السوداني او الكاوكاو اللي رطبته في الماء مغلي وقشرته ودهنته بشويه ديال الزيت ودخلته الفران حتى تحمر وطحنته حتى هو بهذه الطريقه حتى كيتعصر مزيان. 3 ملاعق كبار د حبه حلاوه نقيتها مزيان وحمصتها واحد شويه في المقلاة، غير كنصهدوها وصافي، ما تحمروهاش بزاف باش ما تفقدش المنافع ديالها. وكنغربلها مزيان، ضروري تغربلو باش كتحيدوا ليها داك الحبيبات اللي كيبقاو غلاض. الا بقاو لكم في السلو فكيبقاو بحال الحجيرات. نفس الطريقه عملتها للنافع وكنغربلوه حتى هو، كنحيدوا ليه هاد الحبيبات اللي غلاض باش ما يخسروش لينا السلو. ضفت ملعقه كبيره ديال القرفه حتى هي غادي نغربلها مزيان ونحيد ليها ديك الحبيبات الغلاض. هنا خديت نصف ملعقه صغيره ديال الكوزه مطحونه وغادي نغربلها حتى هي مزيان. الا ما عندكمش مطحونه خذوا حبه واحده ديال الكوزه تكون صغيره وحكوها مزيان وغربلوها. هنا عندي 3 حبات ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع معلقه صغيره ديال السكر وغادي نغربلها. كنضيف شويه ديال المليحه وضيف 6 ديال معالق كبار سكر كلاصي، تقدروا تضيفوا اكثر يعني حسب الذوق. من بعد ما تخلطوا ذوقوا، الا جبرتوه مسوس تقدروا تزيدوا شويش. كنجمع الخليط مزيان بيدي وكندلك في نفس الوقت باش تنسجم لي المكونات مع بعضها مزيان. وعاد غادي نضيف الدقيق من بعد. ملاحظه الاخوات المبتدئات، تبعوا هاد الطريقه اللي عملت انا، ما تضيفوش دقيق من الاول. خلطوا المكونات مزيان ودلكوها وعاد ضيفوا الدقيق شويه بشويه باش يجيكم ساهل. خديت كيلو ونص ديال الدقيق الابيض ناعم، حمرته في الفرن على درجه حراره 180، شعلت عليه من الفوق ومن التحت وكنبقى نحرك فيه شويه بشويه حتى كنتحصل على لون ذهبي. غربلته مزيان وغادي نضيفوه هنا على الخليط اللي قسمته على جوج. كيف كتشوفوا النصف غادي نخلطه في العجانه والنصف غادي نخلطه غير بيدي. هاد الطريقه سهله وغير متعبه ونتيجه زوينه، حسن ما تخلطوا كلشي مع بعضه. ملاحظه اخواتي، هنايا قبل ما نبدا نطحن اللوز والزلجلان ذوبت نصف كيلو ديال الزبده، طيبتها مزيان حتى تحيد ليها الحليب اللي كيكون فيها باش ما يخسرش لينا السلو ديالنا. وفاش كنت كنطحن كنضيف شويه بشويه وانا كنطحن باش تحصلت على بخاليني وتحصلت على زبده الفول السوداني. في حاله ما الا كانت عندكم طحانه كتعصر لكم المكونات مزيان فلا داعي لاضافه الزبده، يعني لا في الاول ولا في الاخر. كنستمر بنفس الطريقه، كندلك مزيان ونخلط حتى تنسجم لي كلشي المكونات مع بعضهم. وحتى قدامي الزبده مذابه اللي طيبت. في حالة ما إلا لقيت الخليط باقي شويش ناشف فكنضيف معلقة بمعلقة حتى نتحصل على سلو معلق، يعني القوام اللي انا خصني. من بعد ما خلطت كل شيء المكونات في هذه المرحلة تقدروا تضيفوا السمسم حبوب او اللوز مهرمش باش يعطيكم منظر الا كتبغيوه. انا وليداتي ما كيبغيوش اللوز مهرمش، كيجيهم قاصح صافي فما كنديروش. خليت كلشي هنا في القصعه، غادي نغطيه ونخلي المكونات تطلق في بعضها وكتزيد تيدم مع بعضها صافي. ومن بعد غادي ندوقها، الا مستوسه غادي نزيد نضيفها شويه ديال السكر وغنضيفها الزلجلان حبوب او السمسم وكنحطها في صحن التقديم كيف كتشوفوا.
المنظر ديالو ما شاء الله كيشهي، وما نقولش لكم على المذاق كيفاش جا تبارك الله، جا غزال كيحمق. كيف شفتوا الاخوات المبتدئات، طريقه جد سهله وبسيطه والمكونات مضبوطه، الا طبقتوهم غادي يجيكم سلو غزال. هنايا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش التعليكه كيفاش جا مشدود مع بعضه. وما بقى لي غير نقول لكم عواشركم مبروكه، والله يدخل علينا وعلى الامه الاسلاميه هذا الشهر الكريم بالصحه والعافيه، ويقدرنا سيدي ربي على قيامه وصيامه يا رب. شكرا لكم بزاف على المتابعه، والى فيديو جديد ان شاء الله.